السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في قناتي شيماء ابو المجد. هنعمل مع بعض النهارده بسكوت النواعم القمر ده بطريقه سهله جدا وبسيطه. بس في البدايه كده ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزه وفلسطين ان ربنا ينصرهم ويحفظهم ويثبت اقدامهم يا رب ان شاء الله. طبعا في حاجات كتير احنا مقاطعينها، فاحنا لازم ان احنا نستبدلها، وفي حاجات مصريه طبعا برضو غاليه ولازم ان احنا نقتصد ونعملها في البيت. وهنعمل بسكوت النواعم بطريقه سهله جدا. اول حاجه معايا ربع كيلو من الدقيق، معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر، 3 معالق كبار من اللبن البودر تقدر تستغني عنه، 3 معالق كبار من النشا، تلت كوبايه من الزبده ما تكونش سخنه، تكون بدرجه حراره الغرفه، 3 ارباع كوبايه سكر بودر، حبه بيض وكيس من الفانيليا، وتلت كوبايه من الزيت. هحط كل المكونات الجافه على بعضها وهقلبهم كويس جدا. طيب تقدري تستخدمي سمنه؟ ايوه طبعا مفيش مشكله، زبده مفيش مشكله، زيت مفيش مشكله، ميكس بينهم برضو مفيش مشكله. خلاص كده خلطت كل المكونات الجافه مع بعض. في بوله بقى هنزل بالزبده بالشكل ده، وعليهم على طول هنزل بالسكر البودرة بالمضرب بقى اليدوي، وهبدأ ان انا اضربهم مع بعض كويس جدا لحد ما السكر معانا يبدأ ان هو يدوب. طيب لو عندك مضرب كهرباء هيبقى احسن كتير كمان، بس انا قلت لازم ان انا اقتصد معاكم. شايفين بقى السلك فك معايا ازاي؟ بس عادي جدا هشيلها واكمل تقليب، مفيش اي مشكلة خالص. هضربها بقى كويس جدا لحد ما السكر معانا يدوب خالص والقوام معانا يبدأ ان هو يفتح. حابه بقى يكون فاتح وكريمي وفلافي خالص خالص كده، تعمليه بقى بمضرب كهرباء او بالعجان مفيش مشكله، بس عشان الكميه عندي صغيره عامله ربع كيلو بس عملت بالمضرب اليدوي. بعد كده بقى نزلت بالبيضه وهنزل بكيس الفانيليا، وهبدا ان انا اقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما كل المكونات دي تتجانس مع بعضها كويس جدا. تقدري كمان تعملي الخطوه دي في الخلاط، اللي هي خطوه كل السوائل، السكر البودر والزبده والبيض والزيت وكل حاجه تعمليها في الخلاط برده مفيش اي مشكله خالص. يعني سهلي على نفسك بقدر الامكان. بعد بقى ما تجانسوا مع بعضهم هنزل على طول بالزيت وهديهم تقليبه خفيفه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وخلاص كده المواد السايله جاهزه معانا وكمان المواد الجافه جاهزه معانا. هستغنى بقى عن المضرب، وبعد كده هبدا ان انا انزل على طول بالمواد الجافه بس تدريجي، وهبدا بقى ان انا الم العجينه. احنا مش بنعجن، احنا بس بنلم العجينه. طيب انا هنا نزلت بالكميه تدريجي عشان خاطر ممكن الدقيق عندي يكون مثلا من اللي هو مش بيشرب السوائل قوي، فالعجينه معانا ما تنشفش. فانزل بيها تدريجي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وطبعا هي لسه معانا بتلزق جامد، انا عايزاها تكون ناعمه بس مش بتلزق. وهبدا بقى طبعا ان انا الم كل جوانب الطبق بالشكل ده، ما اسيبش اي حاجه خالص في الطبق. انا هنا اختبرتها لقيتها لسه بتلزق معايا، نزلت برضو تدريجي بباقي كمية الدقيق والم جوانب الطبق زي ما انتم شايفين كده. والزبدة والزيت استخدميهم، ما تسيبيش اي حاجة خالص في البولة. يعني عايزة اقول لكم ان الاسباتولا بتنزل كل حاجة وبتلم كل حاجة. خلاص هنا اخدت معايا كل الكمية، العجينة اتلمت معايا كويس جدا ما شاء الله، ناعمة خالص، اختبرتها ما لقيتهاش بتشقق ولا اي حاجة، وكمان مش بتلزق. وعايزة اقول لكم طرية وجميلة جدا، جربوا المكونات دي بجد هيطلع معاكم حلو قوي. بعد كده بقى هجيب هنا كيس تلاجة فردته، قصيته عادي جدا وفردته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنزل عليه على طول بالعجينه اللي انا عملتها معاكم، ما سبتهاش ارتاحت ولا اي حاجه خالص، مفيش اي مشكله. ممكن تحطيها في التلاجة مثلا ربع ساعه وتفرديها برده مفيش مشكله. حطيت العجينه وحطيت برده كيس تلاجة وهبدا ان انا افردها. شايفين من كتر ما العجينه معانا اللهم بارك طريه جدا وحلوه قوي، بتتفرد معانا بكل سهوله، لا محتاجين نشابه ولا محتاجين اي حاجه خالص، بتفرديها بايدك زي ما انت شايفه كده. السمك طبعا حسب ما انت حابه، انا بعمله سمك متوسط وهوريكم السمك كويس. بقطعة الدوناتس بقى هبدأ ان انا اقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بكل سهولة كده. لو مش عندك القطاعة دي ممكن كوباية، اي حاجة عادي بتقضي الغرض. مثلا غطا ازازة برضو مفيش مشكلة خالص. هشيل بقى كل الزوايد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدأ بقى ان انا ارفع الكيس اخد بيها البسكوتة زي ما انتوا شايفين كده، لان لو جيتي تشيليها مثلا بسباتولا، جيتي تشيليها بايدك هتتفرفط معاكي. تمام، هحطها على طول في الصينية او في الصاج اللي انا هسوي فيه، انا مش دهناه اي حاجة خالص. وطبعا وريتكم سمك البسكوته ده بالنسبه لي كده بيرفكت بجد. هنقل بقى كل البسكوتات دي في الصينيه وفي الصاجات بتاعتي، وكل الزوايد دي هبدا ان انا المها واقعد افرد فيها لحد ما كل الكميه معايا تخلص. عايزه اقول لكم ان اللهم بارك الربع كيلو طلع لنا ما شاء الله كميه كبيره جدا. عايزه اقول لكم بجد ان هو موفر اقتصادي قوي. معايا هنا بقى قطعات اصغر من بعضها، يعني مثلا دي القطعه الاصغر ودي اصغر منها، ومعايا مثلا التب بتاعت الكريم شانتيه مثلا او البسكوت، ومعايا غطا ازازه زيت عادي جدا. هبدا بقى ان انا اضغط ضغط خفيفه
بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان تدينا الاشكال بتاع البسكوت. طيب لو مش عندك القطاعات دي، مثلا لو عندك غطيان مختلفه بتاع برطمانات، مثلا عندك التبات مثلا مختلفه برضو تستخدميها، كوبايات مثلا الطوق بتاعها مثلا اكبر فاصغر كده برضو تستخدميه بالشكل اللي انت شايفاه ده. ما عندكيش عادي جدا سيبيه ساده كده زي ما هو، مفيش اي مشكله خالص، احنا بس بنعملها كشكل مش اكتر من كده. خلاص بقى هنا اخلص كل الكميه واشكل كل الكميه معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وعايزه اقول لكم والله ان هو سهل جدا واقتصادي. حاولي بقدر الامكان انك تعملي البسكوت وتطلعيه بالشكل اللي انت حباه. هدخل البسكوت بقى الفرن على درجة حرارة 160 في الرف اللي في النص، مشغلة من تحت بس لحد ما ياخد معانا اللون الجميل. اشغله الشواية ياخد اللون ده وبس كده. عايزة اقول لكم بجد مقرمش ودايب دوب كده وطعمه بجد في منتهى الجمال. جربوه بالطريقة دي صدقوني هيعجبكم جدا. حاجة موفرة اقتصادية وبجد لذيذة قوي، وممكن كمان تديها لاولادك في اللانش بوكس كده في المدرسة، بجد حلو قوي. طبعا بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.